السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس محمد الحوفي، مركز الحوفي للصيانة. القلاية ديت كانت دي ديجيتال، قلاية اير فراير، خلاص ديجيتال تمام. طبعا من الموديلات المعروفة جدا يعني في السوق معانا. ديت حصل قفلة في الكهرباء وضربت البوردة بتاعت الديجيتال بتاعتها، وللأسف زي ما قلنا قبل كده ان الحاجات ديت ما بنلاقوهاش غير في التوكيل. يعني حتى الاي سي بتاع البوردة حاولنا نحطه حاجة مكانه، للأسف ما نفعتش خالص، ولقيناها غالية، سعرها البوردة غالية جدا في التوكيل. فاحنا عدلنا، يعني انا بعد التعديل لان الموضوع كان طويل، يعني الموضوع كان طويل جدا وخد وقت طويل جدا، يعني عدلنا الاير فراير ديت من ديجيتال لمانوال. عملنا بكرتين فوق اهمت، بكرة سيرموستات حرارة تعلي وتوطي منه الحرارة، وسيرموستات مخصوص للقلايات الزيت عامة. بيبقى بسنسور بيتوصل على السخان تمام، بحيث ان هو السخان يعني مش السيرموستات العادي اللي هو الرخيص اللي هو في الهواء ده، لا ده سخان بيبقى واصل بسنسور بيوصل مع السخان، وتايمر وقت علشان نتحكم في الوقت بتاعنا، بيشغل معاه المروحة والسيرموستات علشان يشغل السخان. كده نبقى احنا حلينا مشكلة قلاية محترمة زي ديت، بدل ما تتركن او هتبقى الكوست بتاعها عالي جدا ان انت تجيب بوردة وتحط نفسك في نفس المشكلة تاني، ان ممكن يحصل اي قفلة كهرباء تبوظ لك بوردة وبمبلغ. يعني هي المشكلة ان هي معدية ال1000 البوردة بتاعتها. فطبعا تعديل زي دوت مش بيتكلف كتير، وفي نفس الوقت حل المشكله وخلاص، يعني ما بقتش فيها ايه بعد كده مشاكل كبيره. بعد كده سيرموستات، شيل السيرموستات، ما هو خلاص دايرته معموله، وتايمر شيل حط، يعني الشغل الميكانيكال ما بيبقاش فيه اي مشاكل. فده من ضمن الشغل برضو اللي احنا بنعملوه. اتمنى يكون برضو يعني حاز على اعجابكم. لو في اي حد عايز يستفسر عن حاجه او عن اي تعديل، انا تحت امر الجميع. شرفتوني كلكم المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله.